السلام عليكم. واخر من يدير ترند شوكولاته دبي ولكن بطريقه حلوه. والشوكولاته الخام اللي استخدمتها من شوكولات والنتيجه كانت تحفه. اللي درنا فيها زوز حشوات مقرمشه. اول حشوه اللي هي الكنافه، خديت الكنافه وقرطتها وبعدين حطيت عليها سكر مرحي ومعاها شويه زبده، وتقدروا تستخدموا السمن بدل الزبده. نحركوها كويس، لقيتها باليد احسن، وبعدها حطيتها في الطاجين ودخلتها للكوشه. طريقه الكوشه اسهل واحلى واضمن من ان انتوا تديروها على النار وتطلع ذهبيه ومقرمشه. وخديت الشوكولات اللي هي تكون ديزرتس بنكهه الحليب، وعندهم شوكولات نوعيات دانيه زي الدارك والشوكولاته البيضاء. كسرتها وحطيت لها شويه زبده ودخلتها الميكروويف لين دابت وولت عندي بالقوام هذا. بعدها خديت لي ورق هدايا المطبوع، طبعا صحي وصالح للاكل. حطيت طبقه من الشوكولاته وخليتها تجمد في وسط الفريز، وبعدها عندي الحشوه حطيت فستق كرانشي ومعاها الكنافه اللي درناها والفيوتين باش يعطينا تقرميشه رهيبه. وخلطنا الحشوه السحريه كلها مع بعضها وحطيناها فوق طبقة الشوكولاتة اللي جمدت، وبعد ما سويناها حطينا فوقها طبقة تانية. أهم حاجة طبقات الشوكولاتة تكون رقيقة باش تعطينا نتيجة جنينة. والحشوة اللي بعدها دوبت شوية لوتس وحطيت لها وشكت المرحي متاع اللوتس وشوية فيوتين باش يعطيها حتى هي تقرميشة جنينة. كررنا نفس الخطوات ونقدروا نديروا أي حشوة نبوها، أهم حاجة تكون مقرمشة. وهذه النتيجة النهائية. طبعا يطلع بكل سهولة ويطلع هيك مطبوعة عليه الاسم والحشوة تحفة. يعني حاجة سهلة وبسيطة وتنفع لأصحاب المشاريع والبنيات اللي يبوا يخدموا في الحوش. جديات ننصحكم تجربوها، ومع شوكولاتة شوكولات اللي هي جزائرية الصنع ولكن مواد خامها هولندية. والسلام عليكم.